ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. كنت رايحه اعمل لبنتي بقى الروتين بتاعها بتاع الاسبوعي، بس قلت لازم اعمله لكم وانزله على القناه، وخاصه ان حد كان قايل لي عايز ترطيب اكتر للشعر. بصوا احنا هنا كنا عاملين شعرها كيرلي اهو، كان الكام يوم دول، بس دلوقتي خلاص احنا عايزين بقى نرجعوه لطبيعته. فانا دلوقتي هعمل لها ترطيب مضاعف او هعمل لها ماسكات. بصوا اللي انا بستخدمه ده، انا بستخدم اللي هو زيت بندولين، ده بستخدمه كحمام زيت. همسك حبة منه مش كتير ومش قليل، هحطهم عادي، ده بيتحط على فروة الراس مفيش مشكلة خالص، وهعمل لها مساج بيه. بصوا المساج اهو، شايفين بحروف صوابعي كده اهو كده، وبخلي الزيت يوصل للشعر كله، الاطراف ومن تحت وكله. دلوقتي بقى انا بعد ما استنيت شويه كده 10 دقايق او ربع ساعه على حمام الزيت، هبدا اعمل لها كمان حمام كريم. انا عايزه ترطيب مضاعف، فعايزه اقول لكم انا بستخدم نوعين كريم حلوين جدا مع البنات. في اللي هو بندولين دوت حلو قوي، ده بالشيا باتر، خطير خطير بجد. وفي كمان سيرو بايب، الاتنين دول حلوين قوي، انا بستخدمهم ليهم. انا مش عارفه مش واضح ليه، ظبطت لكم الكاميرا اهو. سيرو بايب هو دوت، شكله حلو جدا. بصوا هو قرب يخلص، يعني استخدمنا اكتر من 3/4. وفي زي ما قلت لكم اللي هو بندولين دوت، اللي هو بزبده الشيا بالشيا باتر. بصوا خلاص ده خلاص بنشطبوه يعني، فالحته دي مش هتكفيها، فانا هعمل لها بسيرو بايب. طب دلوقتي انا عايزه اضاعف الترطيب، هقول لكم على خطوه حلوه جدا جدا هتدعوا لي، انا متاكده عليها. عارفين هنجيبه زيت جوز الهند، هتجيبيه بقى من اي حد كده موثوق فيه، يعني فيه امتنان دوت كويس جدا. انا هاخد منه بسم الله، هاخد معلقه كده كبيره حلوه، شايفينها قد ايه اهي، اكتر كمان، وهحطها على حمام الكريم. وهجيب حاجه تانية بقى، بصوا ده سحر خطير خطير للبشره، جليسرين، اللي هو جليسرين من الصيدليه او جليسرين نقي. هاخد منه اللي هو بصوا يعني ربع معلقه اهو، شايفين اهو. وهبدأ اقلب الخلطة ديت مع بعض عشان الجليسرين وجوز الهند كله يتقلب مع بعض. وهعمل لها بقى دلوقتي حمام كريم، وهوريكم حمام الكريم الصح هيتعمل ازاي. انا عايزة كل شعرة في حمام الكريم، في كل شعرايه تتغلغل بحمام الكريم. عايزة حمام الكريم بصوا يعني يغلف الشعرايه. انا هقسم دلوقتي الشعر، هاخد شعرايه. طيب وبالنسبه بقى الناس اللي تقولك تعالي ابدأي من هنا، طب والجزء اللي بيبقى هايش فوق دوت ايه نظامه يعني؟ ما هو لازم هو كمان يترطب. لا، فانا اهو بحط عليه بس برضو ببعد عن الجذور اهو. همسك حته حته هعمل لها كده حمام كريم، شايفين اهو كده. عايزه اقول لكم الطريقه دي والحركه اللي احنا حطيناها، اللي هو زيت جوز الهند على حمام الكريم، ايا كان بقى حمام الكريم بتاعك، مش شرط تجيبي الحمامات الكريم اللي انا وريتها لك، بس انا كنت بوريكي افضل حاجه انا استخدمتها طبعا. وما تنسيش الاطراف اهو، الاطراف برضو احنا هناخده خصله يعني التقسيمه. احنا قلنا قسمنا الشعر بقى، هناخده بقى يعني حبه من المتقسمين حبه وهنعمل كده. وبعدين هوريكم بقى هنعمل ايه برضو اهو كده. بعد ما خلصنا شعرها كله، وطبعا ما ننسوش بقى الاطراف، الاماكن اللي هي من قدام اي مكان بيهيش. وبعدين بقى هتلفي الشعر، هتلميه باي مثلا توكه وبعدها يا اما هتلبسيه، عارفين الاسترتش اللي احنا بنستخدمه، هتلبسيه هتلفي شعرك بيه، او كيسه عاديه، او شاب كور سوري ايوه كاب شاور، انا قلتها ايه اهو. زي ده هنقوموا لابسينه عشان يحبس الترطيب. وسيبي الموضوع دوت نص ساعه بس، واغسلي شعرك. عايزه تحطي بلسم بعد الشامبو تمام، مش عايزه مفيش مشكله. انا لما بعمل حمام زيت لازم استخدم
شامبو فيه سلفيت عشان ينظف الشعر من الزيوت، عشان ما يسببش قشرة ولا اي مشكلة تانية. وان شاء الله بالطريقة ديت شعرك هيبقى خطير، او شعر بنتك. اعملوا الطريقة ديت وان شاء الله هتدعوا لي. متنسوش تعملوا لايك لو عجبكم الفيديو، وشير لكل اصحابكم عشان الكل يستفاد، واشتركوا في القناة دلوقتي حالا لو مش مشتركين، هيفوتكم كتير، واستنوني في فيديو جديد.